بطولة كأس الخليج كانت كلش حلوة، والأداء يعني كان الفريقين أدائهم كلش جيد. وكان اليوم بطولتنا ويا قطر إن شاء الله، العراق ضد قطر، وإن شاء الله الفوز لنا، والكاس إن شاء الله أن كأس الخليج إن شاء الله. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصباح الواسطي الجميل. حقيقة فيما يخص خليجي 25 أنا سميته الوجهة الجديدة للعراق، بحيث هذا النجاح الباهر الذي تكلم عنه جميع العالم، مختلف القنوات الإعلامية الموجودة في كل دول العالم تحدثت كثير عن هذا النجاح، وهو نجاح لا يخفى على الجميع بأن العراق هو مهد الحضارات. مفتاح البطولة لهذا اليوم هو نجاحات متتالية بشهود الجميع الفرق المشاركة، وكذلك الإعلام الذي ساهم في نقل الحقيقة الواقعية للعراق. نتطلع إن شاء الله لتنظيم بطولات أكبر، بطولة كأس آسيا إن شاء الله، وأيضا لابد من وضع خطة ونعمل كل الشعب العراقي في تنفيذها، أنه راح يكون عندنا خطة طويلة المدى لاحتضان كأس العالم إن شاء الله. شكلت بطولة خليجي 25 المقامة في ملاعب البصرة منعطف كبير في تاريخ الرياضة العراقية، لا سيما بعد إرهاصات السنوات السابقة منذ 2003، لا بل أكثر قبل 2003، والأحداث الجارية التي رافقت الملاعب العراقية وما حصل جراء السياسات التي حصلت. هذه بطولة 25 خليجي 25 أزاحت الغبار والغشاوة، وأوجد أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب العربي، لا سيما المجتمع العراقي، وعودة الشعب العراقي والمجتمع العراقي إلى الحاضنة العربية الذي شكل المنعطف الكبير في ذلك. وما الكرم البصري والكرم المجتمع العراقي في الترحيب والاستقبال وضيافة الوفود العربية المشاركة في بطولة 25 إلا كانت المصداق الحقيقي الذي عبر عنه الأشقاء العرب من خلال تواجدهم وحضورهم للبطولات، فضلا عن الحضور الكبير والواسع لجماهير العراقية في مؤازرة المنتخب العراقي أو المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة، وما ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وإعادة الريادة للفريق العراقي والمجتمع العراقي الذي يعتبر العراق هو قطب الرحى، والحمد لله رب العالمين. كنا العراق وعاش العراق. بهذه الأهازيج وهذه الصيحات انطلقت جماهيرنا الرياضية من محافظة البصرة الفيحاء الذي فتحت أضرعها وصدرها وبيوتها استقبالا لأهالي الخليج وأهالي محافظات العراق كافة. البصرة اليوم تعكس الصورة الواضحة والشمس المشرقة لأهل العراق. اليوم الخليجيين مبهورين بكرمكم وبطيبة أخلاقكم وبالتزامكم الأخلاقي والاجتماعي. اليوم نسينا فقرة وهي الدقات العشائرية، نسيناها والله، عاش يديكم. يعني هذه فد نقطة تحسب إلى أهل العراق وأهل البصرة. اليوم كنا نسمع بكل موقف وصارت دقة، لكنه في هذه الأسبوع نست. ليش؟ أنه صار أكو عرس رياضي جمع أخواننا الخليجيين، جمع أخواننا العراقيين، الأكراد، السنة، الشيعة، في جميع المذاهب، جميع الطوائف انجمعت انصهرت في بودقة واحدة هي البصرة الفيحاء. جمعهم ملعب النخل، جذع النخلة، جمعهم ملعب الميناء. يا ربي من دور الفوز بقدر ما فزنا بحب أهل الخليج. اليوم أهل الخليج من طلعوا مرتاحين بهذا العرس الرياضي، هو هذا أكبر فوز لنا. مري الفوز بالكأس، لكنه احنا كسبنا ود وتعاطف أهل الخليج، وهي هاي الفرحة الكبرى وهذا الفوز الكبير. نتمنى من اخوتنا أهل الخليج اللي شافوه يعكسون هاي الصورة الإيجابية لأهاليهم لمناطقهم، لأنه احنا معتازين هذا الإعلام الإيجابي التي طالما أن غاب عن العراق. الصورة السلبية دائما يبعثوها اللي يحاولون يسقطون من سمعة العراق، يسقطون من صورة العراق، لكنه اليوم الصورة وضحت بعد ما كانت مشوشة. اليوم الصورة وضحت، اليوم الصورة صارت على بينة لجميع العراقيين وجميع أهالي الخليج العربي. شكرا جزيلا لجميع القنوات وجميع المراسل وجميع الطيبين الذين نشروا الإيجابية عن العراق. رسالة من أبناء واسط إلى بصرة الفيحاء الحاضنة لبطولة الخليج 25. اليوم توجهت أنظار العالم إلى العراق، عراق الحضارة، عراق الأمم. بالرغم من الصعوبات والمآسي نجحنا وأوصلنا رسالتنا للعالم بأن هذا البلد أبية وشامخة وحاضرة في كل الميادين.
كان معكم جوفان آمانج من واسط.